اتصلت قبل كده بدعم فني ولقيت حد فاهمك من اول كلمه في شكوتك، وحد تاني يحسسك انك ضايع واتصالك ده زي قلته او ملوش لازمه. الفرق ده بيعملوا شغلانه اسمها الكاستمر سبورت، ودي من اهم الشغلانات في الشركات، وخاصه شركات الاتصالات والشركات التقنيه. الكاستمر سبورت هو الشخص المسؤول عن حل مشاكل العملاء دي وقت حدوثها، سواء طبعا مشكله تقنيه او مشكله في الحسابات او مشكله في الدفع او استخدام المنتج او ما الى اخره. وهو الوحيد اللي العميل بيرجع ليه اول ما يواجه المشكله. دوره الاساسي انه يلاقي حل سريع وفعال ويخلي العميل يكمل تجربته بدون عطله وبدون خساره. هدفه مش بس ان هو يرد، هدفه انه يفهم ويشخص المشكله صح ويقدم افضل حل ممكن للعميل. اهم الادوات والمهارات طبعا عشان تشتغل في الكاستمر سبورت ان انت تبقى عارف طبعا ادوات سي ار ام زي الانتركام والهاب سبوت والفريش ديسك والزين ديسك. مهارات طبعا ترابل شوتنج عاليه جدا او حل المشكلات التقنيه بطريقه عمليه. مهارات تواصل قويه جدا زي الايميل والشات والفون. سرعه التفكير واتخاذ القرار المناسب، صبر وتعاطف واداره مواقف صعبه ومحتاج هدوء وانت بتتعامل دايما مع العملاء. معرفه متقدمه بالمنتج علشان يقدر يساعد العميل فعليا. السلم الوظيفي لاي وظيفه كاستمر سبورت بتبتدي الاول طبعا كاستمر سبورت ايجنت، بعد كده بتبقى سينيور سبورت، بعد كده تكنيكال سبورت، بعد كده بتبقى سبورت تيم ليدر، وبعد كده بتبقى كاستمر سبورت مانجر، وبينتهي بك حال كاستمر اكسبيرينس مانجر. اما متوسطات الرواتب بقى بنتكلم طبعا عالميا على اختلاف النيتش، على اختلاف حجم الشركه، على اختلاف البلد، على اختلاف كل شيء. الرواتب بتبتدي من اول 500 او 600 دولار وممكن توصل لبعض الاحيان لازيد من 3000 دولار، ده على حسب الشركه وعلى حسب الدوله وعلى حسب حاجات كتير قوي، لان في شركات كبيره وشركات تقنيه وطبيه وخدمات ساس بتقدم رواتب كبيره لان هي منتجها رائد بشكل ما او متسع بشكل ما، فعندهم ارباح كتير. المستقبل الوظيفي طبعا مع التحول الرقمي اللي احنا فيه دور الكاستمر سبورت بقى اهم من اي وقت تاني. العميل دلوقتي عايز حل فوري، والشركات اللي عندها دعم قوي هي اللي بتكسب دايما العملاء اسرع، وهي اللي بتحتفظ بيهم وقت اطول. لو عاوز بقى تعمل كارير شيفت للشغلانه دي، ابدا طبعا بدورات الكاستمر سبورت والسوفت سكيلز، تعلم استخدام السي ار ام تولز اللي ذكرناها فوق، طور اللغه يعني سواء انجلش او اي لغه ثانيه، والكتابه الاحترافيه والسرعه في التايبنج. خليك فاهم المنتج اللي هتدعمه لان دي نقطه مهمه جدا، واشتغل على مهاره الاستماع قبل الرد واداره الحوار. كاستمر سبورت يا جماعه مش مجرد وظيفه، ده خط دفاع اول اللي بيحافظ على ثقه العميل دايما بالشركه. استنوني في باقي الحلقات ومكملين في تشتغل ايه، وصباحكم زي الفل والسلام عليكم.